مرحبا وحي الله يا اخواني، يعطيكم العافيه. طبعا حاليا موجود انا في مطار الرباط او مطار العاصمه، طبعا الدار البيضاء محمد الخامس. هذا المطار تابع للمغرب. طبعا هو صراحه لفتني شيء جميل في هذا المطار. اول بدايه ما شاء الله ضخم جدا، ثاني شيء ترتيب 100%، نظام 100%، تدقيق 100%، ما شاء الله. يعني صراحة هذا المكان جميل جدا، وأفضل ما في المكان يعني مستحيل أنك أنت تمشي وما تحصل شخص قاعد يدلك وين تسير وين ترجع. يعني صراحة للأمانة مرة كل شوي تمشي بتحصل لك حد. فهذا المطار ما شاء الله عليه، شكرا للخدمة الممتازة في مطار الدار البيضاء. يعني شكرا. وصراحة الشعب الموجود هم طبعا يمثلوا هذا البلد بطيبهم وبأخلاقهم واحترامهم. طبعا عبرنا كل مكان في المطار ما شفنا إلا كل خير واحترام وأخلاق. وشكرا للشعب المغربي على ما قدمتوه من هذا الإنجاز ومن هذا الكرم والجود والطيب. صراحة ما لقينا من دخلنا المغرب إلى حتى نهاية السفر الحمد لله ما شفنا أي شيء يعني سلبيات. الناس تحصل سلبيات، لكن لحد الآن أنا ما شفت أي سلبيات في هذا البلد الجميل صراحة المغرب. وأنا تحياتي للشعب المغربي الطيب المحترم العظيم. وشباب انصح الجميع، أي شيء بتسمع عن المغرب دخل منه وطلع منه. ترى في ناس وايد تتكلم كلام فاضي واتهامات باطلة انه كذا ونصابين ويسووا، هذا الكلام كله فاضي. تدخل المطار ما حيكلمك، تدخل تروح البلد، تروح المطاعم، تروح اي مكان، ما في حد يأذيك او يزعجك. واضح يا اخواني؟ وتحياتي مرة ثانية للشعب المغربي الجميل والشعب الطيب والشعب المحترم. وهذه صراحة فخر ان نحن اليوم زرنا هذا المكان الحلو، وان شاء الله دائما لنا عودة ان شاء الله في المغرب. والله يحفظ المغرب ان شاء الله، ويحفظ ان شاء الله ملوكه، ويحفظ شعبه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي قدمته صراحة انجاز كبير جدا، انجاز كبير يعني صراحة للأمانة. الله يحفظكم. وصراحة يعني يعجز اللسان ان يتكلم عنكم من الحين لباكر صراحة. شكرا للشعب المغربي، يعطيكم العافية.